بطل القصة ديال اليوم هو فيكتور لوسيج، أو على الأقل هذا هو الاسم اللي تشهر به، حيت تا واحد ما عرفوش هذا هو الاسم الحقيقي ديالو أو لا. ما كايناش شي حاجة اللي كتأكد هادشي. فيكتور كان عنده بزاف ديال الهويات وبزاف ديال الروايات عليه وعلى الماضي ديالو. فين ما كان كينتقل لشي مكان وإلا كينصب على شي واحد وكيقدم راسو بسمية وشخصية مختلفة، حتى حاجة ما كتأكد الدقة والمصداقية ديال هاد الروايات. وهو معروف غالب بالاسم المستعار أكثر شهرة، فيكتور لوسيج. كما يعتقد على نطاق واسع باللي عاش من 1898 إلى سنة 1947. كانت أشهر عملية نصب في تاريخ فيكتور هي باع برج إيفل. ما باعهاش غير مرة، باعها 2 المرات، ولكن قبل هذه العملية فهو دار عشرات إلا ما كانوش المئات ديال العمليات النصب. في هذا الفيديو نشوفوا أهم هذه العمليات ديال النصب اللي دار. من ثم ننتقلوا تدريجيا للقصة ديالو بالترتيب الزمني حتى الاعتقال ديالو والنهاية ديال الحياة ديالو. أول حاجة نعرفوها على فيكتور فهو إنسان ماهر في مجالات مختلفة، وحدة منهم هي الخفة ديال اليد ديالو. كان كيعرف يستخدم يديه بمهارة وبسلاسة. كان كيعرف أيضا الخداع ديال البطاقات أي الكارطة، كان كيعرف لهم كاملين. هادشي اللي ساعدو في عملية النصب الخاصة اللي كان كيدير. فيكتور تنمى عنده القدرة والغريزة في خداع الناس تدريجيا. كان خطير في النصب والخداع لدرجة أنه ولف يتلاعب بالناس بالكلام ديالو والخداع السحرية اللي كيدير. وفقا لبعض المصادر كان فيكتور تسجن عشرات المرات، ما يقارب 40 مرة، يا إما من الناس اللي كان تيقي يخدعهم أو من طرف الشرطة. ولكن كان كل مرة تيقي يتشد فيها كان تيقي يسلك راسو كيخرج منها بسلاسة. ومن بين المهارات اللي كانت عند فيكتور الطلاقة ديالو في الإيطالية والفرنسية والإنجليزية، إلى جانب لغات أخرى كان تيقي يهضر بهم ولكن ما كانش كيتقنهم. يعتقد أن فيكتور تولد في جمهورية تشيك، وملي وصل 20 عام انتقل لفرنسا وبالضبط لباريس، ولف يسرق الناس أثناء السير ديالو أو ملي كان كيوقف يهضر معاهم. ديك الفترة بدا كيكتشف فيكتور المهارة اللي عنده والخفة ديال اليد ديالو والنعومة اللي كان كيتمتع بها. بدا كيتعمق أكثر في هذا المجال حتى ولا قادر ينفذ عملية النصب. واحدة من أكبر أهداف فيكتور كانت السفن الفاخرة اللي كتمشي من فرنسا لأمريكا. كانوا الزبناء ديال هاد السفن ناس أغنياء وكينتميو لطبقة عالية. داكشي علاش كانوا أهداف بالنسبة ليه. كانت هذه هي الوقيته اللي بدا كيستخدم فيها الاسم الأكثر شهرة ديالو، فيكتور لوسيج. الشخصية اللي كان لاعب باللي راجل كينتمي لعائلة غنية، كان كيلبس لباس أنيق بزاف وكيتعامل ظريف، وفي نفس الوقت كان كيبين لهم باللي متواضع. كان عارف مزج هاد الصفات من الشأن ديالو يمنحو الثقة ديال الناس ويسمح ليه باش يحصل على المزيد ديال الفرص باش ينصب على الزبائن الأغنياء اللي كيسافروا على دوك السفن. على الرغم باللي كان كيبان مازال شاب، قدر فيكتور يقنع بزاف ديال الناس اللي كانوا في السفينة باللي هو واحد من المنتجين الكبار في برودواي، وهي منطقة في الولايات المتحدة معروفة بالفن والمسرحيات وكاينة بالضبط في نيويورك. ولا فيكتور يتظاهر باللي هو منتج كبير في برودواي، وهو في الواقع على وشك باش يبدا واحد العمل في عرض موسيقي وكيقلب على مستثمرين. قدر يقنع بزاف من الناس باش يستثمروا في البرنامج الوهمي ديالو وجمع منهم فلوس كثيره. استمر في السفر بين فرنسا والولايات المتحده على دوك السفن، وكل مره كيلقى ناس جداد وكيخدموا بنفس الطريقه، كيخليهم يتوهموا باللي هذه فرصه كبيره باش يستثمروا وخاصهم يغتنموا الفرصه. من بعد ما كياخذ منهم الفلوس يغبر وما كيبقاش يعاود يبان. ولكن لسوء حظ ديال فيكتور غتولي ديك الرحلات البحريه قليله ملي تبدا الحرب العالميه الاولى في سنه 1914، وغيولي السفر عن طريق البحر خطير على السفن خاصه في المحيط الاطلسي. وهكذا يتم الايقاف ديال جميع السفن الضخمه في ديك الفتره. ديك الوقت يعرف فيكتور باللي جا الوقت باش يلقى شي طريقه اخرى ديال النصب في مكان اخر. بدل ما يرجع لفرنسا قرر باش يبقى في امريكا وبالضبط في كانساس، وقرر باش يبدا طريقه النصب جديده. ولكن هاد المره ما غاديش يكون بوحدو، غيلقى فيكتور واحد الشريك ديال اللي سميتو دان كولينز اللي كان معروف بدابر. فيكتور والصديق ديالو جديد دابر يطيحوا على واحد الطريقه ديال النصب اللي غتخلي لهم ثروه كبيره ديال الفلوس. ويستمر فيكتور في تكرار هاد العمليه حياته كامله بسبب الفعاليه ديالها. كانت هاد الطريقه ديال النصب عباره على واحد الصندوق يطلقوا عليه اسم ديال صندوق اموال الرومانيه. كان صندوق ديال الخشب عادي، ولكن التصميم اللي داروا ليه خلاته يبان بحال شي آلة معقده.
وكانوا تيقولوا للناس بلي هذا الصندوق الصغير قادر يطبع اي عمله ورقيه. قالوا بلي الا شي واحد دخل 100 دولار ونضيفوا عليها بعض المواد، فهنايا الصندوق غادي يقوم بعمليه نسخ ديك الورقه، وغادي تكون نسخه مطابقه، لدرجه انه الا مشى شخص للبنك ما يقدروش الموظفين ديال البنك يعرفوا واش مزوره. كان هذا هو الاشار ديالهم. وغادي يقولوا بلي الحاجه اللي معيبه في هذا الصندوق هي كيحتاج 6 ديال السوايع باش يدير نسخه، والطباعه الثانيه خاص تكون على 12 ساعه. فهما داروا هذا الشرط هذا في بلاصتو باش يوهموا الناس بلي عندهم واحد السبب مقنع علاش بغاو يبيعوا داك الصندوق. حيت الا كان عندهم صندوق كيطبع الفلوس بالزربه، الناس تقول علاش غيبيعوه مادام فيه هادشي كامل. ولكن 18 ساعه يقدر يطبع لك نسخه، كان هذا سبب مقنع للناس. اول ما كيدير فيكتور والصديق ديالو هو كيشرحوا الصندوق للضحيه كيفاش كيخدم، وكيديروا تجربه وهو كيشوف بعينيه، وكيطلبوا منه باش يعطيهم واحد الورقه ديال 100 دولار باش يديروا بها التجربه. كيدخلوها للصندوق قدامه، وكيدخلوا اوراق الطباعه والحبر لداخل باش تبان العمليه حقيقيه. من بعد كيتسناو 6 ديال السوايع حتى يطبع الصندوق النسخه من الورقه ديال 100 دولار. من بعد ما كدوز 6 ديال السوايع كيفتحوا الصندوق كيخرجوا 100 دولار ديال الضحيه كيعطيوها له، وكيجبدوا نسخه مطبوعه. ولكن في الحقيقه الورقه اللي كيخرجوا من الصندوق هي اصليه، تكونوا حطوها قبل داخل الصندوق. من تما كيمشيو مع الضحيه ديالهم للبنك باش يبينوا له باللي يقدر يدخل ديك 100 دولار للبنك بلا مشاكل. في ديك اللحظه تيبقاو يعرضوا البيع ديال الصندوق ب 1000 دولار، وبعض المرات كثر وبعض المرات قل على حسب الضحيه. كان المبلغ الاقصى باش كانوا كيقدروا يبيعوه 10000 دولار، وكانوا كيختاروا الضحايا ديالهم بعنايه، كيقلبوا عليه وكيعرفوا الوضع المادي ديالو حتى يقدروا يقدموا له الصندوق بالسعر اللي يكون قادر يعطيه. تقدر تقول باللي 10000 دولار ماشي شي مبلغ اللي كبير، ولكن 1 دولار في ديك الوقت كانت كتساوي تقريبا 25 ضعف دولار حاليا. يعني 1000 دولار ديال ديك الوقت هي 25000 دولار ديال دابا. كانوا كياخذوا مبالغ كبيره من الضحايا ديالهم، واخا هكا كانوا الضحايا مقتنعين باللي الاستثمار مربح واخا كيستغرق بعض الوقت. زائد فيكتور كان كيحط فيه بزاف ديال الاوراق 100 دولار باش يبان خدام لعده ايام، باش يكون عندهم الوقت باش يهربوا. ولكن في الواقع ما كانوش محتاجين يهربوا، حيت ملي عيق الضحيه باللي تنصب عليه ما يقدرش يمشي للبوليس، حيت الا مشى فغادي يعترف باللي كان كيحاول يزور الفلوس، وهذه كتعتبر جريمه كبيره وغيتعاقب عليها. كانت هذه عمليه الصناديق متكامله ومربحه، وهكذا استمر فيكتور في تكرار هذه العمليه بزاف د المرات. ولكن في نفس الوقت كان كيقلب على شي حاجه اكثر، وكان مازال كيستخدم طرق اخرى للنصب. وحده من هاد الطرق اللي دار في ديك الوقت كانت عندها واحد النهايه غريبه، وبينات كيفاش قادر يسلك راسو حتى ولا تقبط عليه. سنه 1922 مشى فيكتور لواحد البنك في ولايه ميزوري سميتو بنك الادخار الامريكي اللي كان معروف بالسمعه ديالو. هاد العمليه نجح فيكتور شخصيه جديده تدعى روبرت دوفيل. مشى للبنك وعرض عليهم سندات الحرب العالميه الاولى، كانت 32000 دولار مقابل 10000 دولار يعطوها له كاش. هاد السندات هي وثائق دين حكوميه رسميه، ولكن كتستغرق بعض الوقت حتى يقدروا يردوها فلوس. داكشي علاش عرض فيكتور 32000 دولار في سندات حقيقيه مقابل 10000 دولار يعطوها له كاش. ولكن اللي وقع هو ان فيكتور بسبب الخفه ديال يديه قدر يخدع الموظفين وبدل دوك المستندات باوراق عاديه في الوقيته ديال التسليم. يعني قبل ما يعطيهم قام بالتغيير ديالها بورق عادي، وخدا السندات زائد 10000 دولار. كان مبلغ كبير كيساوي تقريبا 4 مليون دولار ديال اليوم. بطبيعه الحال البنك ما غاديش يسمح ليه باش يفلت، وغادي يكلفوا محققين باش يلقاوه ويعتقلوه، وغادي يلقاوه في كانساس. ولكن اللي غادي يوقع ما غاديش يتخيل على العقل. ويقدر يقنعهم فيكتور باللي الاعتقال ديالو غيسبب مشكل للبنك، خصوصا الا سمعوا الناس الخبار. البنك غادي يفقد الثقه ديال الزبائن، وغيبدلوا البنك ويقلبوا على بنك اخر. مدير البنك كان مقتنع بداكشي اللي تيقول، وغادي يقرروا باش ما يتابعوهش. وماشي غير هادشي، فهما غادي يقرروا باش يعطيوه 1000 دولار من ديك 10000 دولار اللي خدا. كان حتى ولا طاح في مشكل كيخرج رابح. كما قلنا في الاول ديال الفيديو، فيكتور تشد 40 مره سواء من الشرطه او من الناس، وكل مره كيعرف كيفاش يسلك راسو. على الرغم من بزاف ديال الحيل اللي كان كيديرها فيكتور، غيحس بحال ولا معروف، ولا دوك الطرق اللي كيدير مبقاوش كيعطيو نتيجه بحال قبل.
هنايا غادي يقرر باش يرجع للمدينة اللي عاش فيها الشباب ديالو، باريس. سنة 1925 فيكتور ينفذ عملية النصب الأكثر شهرة في حياته، العملية اللي بسببها تخلي سميتو تذكر ليومنا هذا. فيكتور كان كيشرب القهوة ديالو وكيقرا الجورنال، حتى طيح عينو على واحد المقال كيهضر على برج ايفل، وقالوا باللي البرج كيحتاج لصيانة كبيرة، هادشي اللي غيطلب ميزانية كبيرة من الحكومة الفرنسية في ديك الوقت. وقرا باللي الرأي العام غيبدا يدعم الفكرة ديال الحكومة يتخلصوا من برج ايفل، وباللي البرج كيطلب مسؤولية وميزانية كبيرة. من بعد ما غيقرا هاد المقال غتجي الفكرة باش يبيع برج ايفل. كانت الفكرة هي يعرضوا سرا على مجموعة من التجار ديال المعادن ويخبرهم باللي الحكومة قررت باش تخلص من البرج، وكتقلب على مشتري يكون من الناس ديال موالين الحديد حيت هو مصاوب من الحديد. باش ينفذ هاد الخطة كان خاصو ينتحل صفة مسؤول حكومي، داكشي علاش يدير مع واحد المزور محترف باش يزور شي مستندات باش تبان الامور قانونية. من بعد تواصل مع 5 من كبار التجار ديال المعادن في باريس، وغادي يستدعيهم لاجتماع سري في واحد الاوتيل. غيجيو التجار ب5 لداك الاجتماع، غيبين لهم فيكتور الوراق المزورة كتبان بحال رسمية، وتظاهر باللي هو مسؤول حكومي رافع المستوى. غيخبرهم باللي الحكومة قررت باش تخلص من برج ايفل وتبيع المعادن من ناس مصاوب، وتم التكليف ديالو هو بهاد المهمة باش يختار مشتري مناسب. وقال لهم باللي تم الاختيار ديالهم بعناية بحكم السمعة ديالهم، وبغات الحكومة تشوف العروض والمزادات اللي غيقدموا باش يشريو البرج. واكد عليهم باللي التفاصيل ديال الاجتماع خص تبقى سرية حيت الحكومة ما بغاتش تعلن على الخبر حتى ما يثيرش الجدل. خلال الاجتماع حدد فيكتور الهدف المناسب ديالو بين دوك ال5 ديال التجار. كان الاسم ديالو اندرو هورسمان، وكان هاد التاجر هو الصغير بينهم، كانت عنده شخصية ضعيفة وكان كيدير لي بجهدو باش يرقب الاسم ديالو بين رجال الاعمال اللي في باريس. هنايا غادي يحس فيكتور باللي قادر يستغلو اكثر من الاخرين، غيعقد معاه الاجتماع بوحدو وغادي يبين ليه باللي متعاطف معاه وبغى يساعدو باش يرقب سميتو. واخا الفرصه ديالو باش ياخد صفقه بحال هادي كانت تكون قليله بين دوك ال5 ديال التجار. فهنايا فيكتور غادي يعرض عليه الصفقه مقابل واحد المبلغ مناسب كرشوه. غيتظاهر فيكتور باللي هو مسؤول حكومي فاسد باش ياخد رشوه صحيحه. فهنايا اندرو غادي يدفع المبلغ اللي يشري به برج ايفل بالاضافه للمبلغ اللي اتفق عليه كرشوه. كان المبلغ الاجمالي تقريبا 70,000 فرنك فرنسي. بمجرد ما غيقبض فيكتور الفلوس غادي يهرب لفيينا النمسا. جلس شي ايامات في الاوتيل ما بين ما تبرد القضيه، ولكن ما غتبان حتى شي اخبار على هاد عمليه النصب في الجرائد الفرنسيه. هادشي اللي غادي يفاجئ فيكتور علاش اندرو ما علمش البوليس على الفلوس اللي تسرقات منه. فيقول يمكن بسبب الشخصيه ديالو اللي كانت ضعيفه، حيت الا ديكلارا تكون شي حاجه محرجه بالنسبه ليه، وإلا خرجت هاد القصه غتفسد السمعه ديالو في السوق وغيولي اضحوك قدام الناس. يمكن هذا هو السبب اللي خلى الامور تبقى طي الكتمان. من بعد ما غيشوف فيكتور بلي الامور دازت مزيانه قرر باش يعاود نفس السيناريو مره اخرى. مولف كيعاود الحيل الصغيره، ولكن عمليه ضخمه بحال هذه والامور دازت سالكه قرر يعاودها. في نفس السنه رجع فيكتور لباريس ونفذ نفس العمليه مع 5 ديال التجار اخرين. حدد واحد بيناتهم كهدف ودار نفس الطريقه ديال المسؤول الفاسد، ولكن التاجر حس بشي حاجه ماشي هي هذيك. فهو هنايا قرر باش يعلم البوليس. فيكتور كان رد البال، مجرد عرف البوليس كتقلب عليه هبط اول سفينه متجهه لامريكا وغادر فرنسا. بالمناسبه فيكتور كانت عنده العائله ديالو وكان مخليهم في الاوتيل وكيصرف عليهم. كانوا كيتنقلوا من الاوتيل للاوتيل حتى ما يقدر حتى واحد يتبعهم او يتجسس على فيكتور عن الطريق ديالو. ما غاديش نتعمقوا بزاف في عائله فيكتور، ولكن كاع الثروه اللي جمع فيكتور من عمليه النصب فهو كان كيصرف بزاف سواء عليه او على العائله ديالو. داكشي علاش كان خاصو يستمر في عمليه النصب ديالو. يكمل فيكتور في داكشي اللي كيعرف يدير، اي النصب على الناس. وحده من اشهر عمليات اللي دار فيكتور في ديك الوقت كانت على الكابوني، رجل عصابات مشهور في شيكاغو. ما كانش فيكتور غبي لهاد الدرجه باش ينصب على الكابوني ديريكت، فهو غادي يمشي عنده غادي يطلب منه 50,000 دولار باش يدير واحد عمليه النصب اللي غتخليهم يدخلوا الدوبل ديال داك المبلغ بسهوله. من تما ياخذ الحصه ديالو. غادي يوافق الكابوني وغادي يعطيه 50,000 دولار. فيكتور ما كانش عنده النيه باش يخسر دوك الفلوس، حيت عارف الا عاقب به الكابوني باللي بغى ينصب عليه غادي يعدمو في البلاصه ما غاديش يرحمو.
فيكتور غادي يمشي وغادي يحط ديك 50,000 دولار في البنك، غادي يدوز شي ايامات وغادي يعاود يمشي يجبدهم، وغادي يمشي عند الكابوني وغادي يخبرو بلي العمليه النصب ما نجحاتش، وغادي يخبرو بلي خسر الفلوس كاملين اللي عطاه، ولكن جمع الفلوس كاملين اللي عنده وتسلف الباقي حتى يجمع ليه 50,000 دولار. فهنايا الكابوني غادي يعجبو الحال وغيحس بلي كيتعامل مع رجل نزيه ومخلص، وهذا الشيء بالضبط اللي كان كيقلب عليه فيكتور. كانت عنده القدره يقرا افكار والشخصيه ديال الناس بطريقه غريبه. ولف الكابوني كونه زعيم عصابات على فكره ان الناس غيخونوه في مواقف بحال هادي، داكشي اللي خلاه يلتجأ ديما للعنف باش يثبت الوجود ديالو. ولكن هاد المره ملي ما مشاتش الامور كما خصها تمشي، شافوا باللي حاول يدير اللي بجهدو باش يرد الامور لبلاصتها. عرف فيكتور كيفاش يتلاعب الكابوني ويخليه يتعاطف معاه. غادي يدوز شويه ديال الوقت وغادي يعاود يمشي فيكتور عند الكابوني وغادي يخبرو باللي ولات الحاله ديالو يائسه. يقول له باش جمعت لك 50,000 دولار خلى الوضع المادي ديالو صعيب وغيقدر اي مساعده يقدر يقدمها ليه. عرف فيكتور كيفاش يتعامل بسلاسه مع الناس ويجبد منهم داكشي اللي بغا. الكلمات ديالو تاثر في الكابوني وغيعطيه 5000 دولار من الفلوس اللي في الاصل هي كانت ديالو. كان انسان ذكي وخبيث في نفس الوقت. غادي يستمر فيكتور في عمليه النصب حتى غادي يتورط في واحد العمليه كبيره في سنه 1930. ولكن هاد المره ما كانتش عمليه النصب، كانت تزوير. هاد العمليه كانوا عنده جوج ديال الشركاء. الشريك الاول كان كيميائي سميتو توم شوت، الشريك الثاني كان نحات خشب سميتو ويليام واتس. هاد العمليه هادي كانت ناجحه لدرجه انهم قدروا يزوروا ويوزعوا اكثر من مليون دولار ذاك العام سنه 1930. كان مليون دولار كتعادل 15 مليون في الوقت الحالي، مبلغ اللي كبير بزاف. تمكنوا باش يدخلوا هاد الفلوس في الاقتصاد لدرجه ولا صعيب يتبعوها حيت ولات مخلطه مع العمله الحقيقيه اللي متداوله في السوق. هاد العمليه اللي كبيره وضعتهم تحت رادار وكالات رفيعه المستوى. يجري عملاء سريون ومحققين تحقيق في محاوله باش يتبعوا الخيوط ديال هاد العمليه. التحقيقات ديالهم يتعرفوا على اكثر من اسم كان كيستخدموا فيكتور. كانوا كيعرفوا حتى على صندوق النقود الروماني واللي كان فيكتور مازال كيستخدمه بعض المرات. ديك الوقت فيكتور يبيعوا لواحد الضابط من ولايه تكساس. ملي غادي يعيق الضابط باللي راه تنصب عليه ما غادي يخبر حتى واحد، ولكن يقلب على فيكتور حتى يلقاه. ولكن بسبب الذكاء ديال فيكتور والخبث ديالو يقنع الضابط باللي الصندوق خدام مزيان، غير هو كان كيخدمو بطريقه خاطئه. غادي يقول ليه نرد لك ثمن الصندوق وغنزيدك عليهم شي حاجه. فهنايا الضابط غادي يقبل الصفقه وعطاه فيكتور 1000 دولار باش يخليه يمشي. ولكن اللي ما عرفش الضابط هو الفلوس اللي عطاه كلها مزوره. ملي مشى الضابط يحط الفلوس في البنك تم الاعتقال ديالو. المحققين غادي يحققوا مع الضابط وبالمساعده ديالو يقدروا يتبعوا الموقع ديال فيكتور. كان فيكتور في واحد لوطيل في نيويورك، وفي ماي 1935 اعتقلوا فيكتور غيحطوه في السجن باش يتسنى المحاكمه ديالو. لسوء الحظ هاد المره ما قدرش فيكتور يسلك راسو، ولكن ما غتكونش النهايه ديالو هنايا. السجن اللي حطوه فيه ما كانش السجن النموذجي، كانت منشأة في ملكية الحكومة الفيدرالية. واخا كان كيشبه السجن فهو ما كانش فيه نفس المستوى من الأمن. استخدمته الحكومة الفيدرالية كملجأ للسجناء حتى يتسناو المحاكمة ديالو. خلال الفترة الأولى اللي دوزها فيكتور في هذا المرفق لاحظ بلي ما كيحسبوش عدد البطانيات اللي كيفرقوا على السجناء. بدا كيجمع في البطانيات حتى ولا عنده الكيفية باش يردهم على شكل حبل. في سبتمبر 1935 قبل من نهار من المحاكمة ديالو قدر فيكتور يقطع الحديد ديال الشرجم اللي في الحمام. استخدم الحبل اللي صاوب من البطانيات باش يهبط من الشرجم للأرض، وباش ما يثيرش انتباه ديال الناس دار راسو كيمسح الجاج ديال الشرجم. في الأخير قدر فيكتور يهرب من السجن، ولكن الهروب ديالو ما غاديش يطول أكثر من شهر وغادي يعاودوا يعتقلوه. وغادي يتحكم في نوفمبر 1935 ب20 سنة ديال السجن. ولكن هاد المرة ما غاديش يدخلوه لأي سجن، فهما داوه لسجن الكاتراز اللي كان على شكل جزيرة، وكان هو أكثر أمانا في أمريكا ديك الوقت. بقى فيكتور في السجن لعدة أعوام كيعاني من مرض الالتهاب الرئوي حتى وفاته المنية سنة 1947. وهكذا نكون وصلنا لنهاية القصة. نتمنى تكونوا استمتعتوا بها، ونضرب لكم موعد في قصة جديدة. سلام.